هيكون فين؟ في عاصمة الجمال طبعا في بورسعيد، احد المدن الجميلة. والهدف الاول جول، والهدف الاول الاسماعيلي هدف جميل. شادي محمد بالنيران الصديقة، باللاعب اللي ارتدى قميص النادي الاهلي، باللاعب اللي عمل بطولات للاهلي، يسجل في مرمى ناديه السابق النادي الاهلي بعد محطة اسكندرانية مع الاتحاد. تأتي الفرحة مجددا 10 دقائق اولى في لقاء. الحقيقة كل المراقبين والمتابعين لهذه المباراة يتوقع ان يكون لقاء فيه اهداف مش اقل من 4 اهداف في هذا المساء. بينما شادي محمد وسجدة الشكر كانت في السابق بالتيشيرت الاهلاوي، النهارده بالتيشيرت الدراويش الاسماعيلاوي. خروج خطأ كبير جدا من حارس المرمى ابو السعود في المباراة المهمة ليه على غرار لقاء الجونة، يدخل فيه هدف مبكر، ولكن المرة دي هنا في معقل الدراويش عن طريق شادي محمد نجم المنتخب المصري السابق. وادي السجدة بتاعت عشاق الكرة الاسماعيلية. ادي على طول هنشوف النادي الاهلي الاسد اللي ممكن يمرض لفترات، واتولدت من لقاءات الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاهلي، او الاسماعيلي والزمالك. كل دي مباريات كبيره هنا خطيره جدا. لمسه بالراس في منتهى الخطوره، خطر الثاني. مش ممكن الاسماعيلي، مش ممكن النادي الاهلي. الاسماعيلي في 33 دقيقه يسجل هدفين في مرمى القلعه الحمراء. صدق او لا تصدق، النادي الاهلي يعاني من اليسار، يعاني من اليمين، يعاني من بعض القرارات بالنسبه لخروج حارس المرمى. 33 دقيقة، دروس كثيرة في المباراة. والاسماعيلي برازيل مصر يسجل هدفين في مرمى القلعة الحمراء في نصف ساعة و3 دقائق. الموعد الثاني. لما شوف الرأسية، شوف التريحة، شوف المهارة، وشوف الجمال بتاع عبد الله الشحات، وشوف الكرة وهي بتزغرط في مرمى سقف محمود ابو السعود لتعلن عن ثاني اهداف اللقاء لصالح نادي الاسماعيلي. بص شوف الدراويش بيعملوا ايه، بص شوف عبد الله الشحات، عبد الله السعيد، الاثنين الخطار. بينما فرحة كبيرة، تعبير كبير جدا لحارس المرمى الدولي اللاعب محمد صبحي. اذا الاثارة موجودة، واللقاء كان محتمل ان احنا نشاهد 30 دقيقة والاسماعيلي هنا في الاسماعيلية 2. انطلاقة تانية خطيرة جدا، خطيرة. الثالث. لا ليلة تاريخية وهدف ثالث الاسماعيلي. لا ماركو فوتا مش مصدق نفسه. الاسماعيلي في 38 دقيقة يسجل في مرمى النادي الاهلي 3-0. الماتش ده ممكن يعمل عمايل، اللقاء ده ممكن يعمل هوايل. الهدف الثالث عن طريق جودوين تراب. بص شوف سوء التمركز اللي طلعك هنا يا ابو السعود، اللي جابك في تمركز غير موجود. اذا النادي الاهلي بغيابات شريف اكرامي، بغيابات سيد معوض، بعدم تواجد النجم الكبير محمد طلعت، الاهلي في مرمى 3. الاهلي قد يتعرض لخسارة، وممكن تكون خسارة تاريخية. محمد صبحي تاني او كلاكيت تاني مرة عن طريق جودوين يتقدم نادي الاسماعيلي 3-0. مش ممكن هذه المباراة، قلت لحضراتكم تاريخية في كل لقاءات النادي الاهلي، في كل مباراة الاسماعيلي امام الاهلي. ينطلق على طول تاني وائل جمعة امامية، يضغط الاسماعيلي تاني. الجمل احمد، محاولة الاهلي الاول. يا ولد هدف جميل احمد فتحي بالقدم اليسرى. النادي الاهلي يتحسس مرمى الاسماعيلي على يسار الحارس محمد صبحي. هدف لم يسعد قوي الجهاز الفني لان النتيجة لسه بعيدة شوية. 3-1. جمهور النادي الاهلي يتنفس الصعداء. ادي التسديدة من احمد فتحي على يسار حارس المرمى محمد صبحي لتعلن عن اول هدف اللقاء لدى القلعة الحمراء. هدف جميل على عكس حارس المرمى، وكرة رايحة على يسار حارس المرمى صبحي، وهدف اول للنادي الاهلي. اول مرة ما نشوفش ضغط من الاسماعيلي على اللاعب المستحوذ على الكرة من النادي الاهلي. ادي الجماهير، وادي على طول فتحي وصبحي. الاهلي فريق كبير ويقدر